السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايب قلبي اللي منوريني على قناتي، قناة إبداعات رودينا، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. هنبدأ الكلام بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وحشتوني غبت عنكم شوية، معلش، كان ابني أحمد تعبان، ويا لي ابني نور، ويا لي أنا، ربنا يستر على بسنت إن شاء الله. فأنا قلت قبل ما أتعب قوي أعمل لكم فيديو، عشان بجد وحشيني جدا جدا جدا. قلت أعمل لكم فيديو خفيف لذوذ كده، مش محتاج تعب ولا مجهود. هنعمل من المخلفات اللي قدامنا دي، عندنا ازازة عصير، عندنا ازازة صوص، عندنا علبة تليفون. تمام. هنعمل من المخلفات دي فخامة بأبسط التكاليف، وأقل يعني تكلفة، ومفيش لا مجهود ولا تعب. أول حاجة هنشيل الورق اللي هنا والورق اللي هنا، وهنقص الكرتون بالشكل ده الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلع ده، هنطلع اي حاجه فيها بقى الاول كده كده. هنقص دي، نسيت كده، بس انا عايزه بس اوريكم هنقصها ازاي الاول. ده مش عايزاه، دي مش عايزاها، هنعمل من المخلفات دي فخامة بإذن الله. دي هقصها، طبعا الحجم بتاعك، يعني عندي كرتونة اكبر من كده تمام، عندي كرتونة اقل من كده براحتي. دي انا هقصها بس مش هرميها، هستغلها في ايه؟ هستغلها ان انا وضحي بص هحطها كده، منها تخلي اللي تحت ده متين وتخليه ثابت كده. تمام. هتتلزق بالشمع قبل اي حاجه. ادينا قصينا كرتونتنا، يلا هنشيل الكرتون اللزق الحاجات دي ونرجع تاني. حبايب قلبي، شلنا الاستيكرات اللي كانت هنا. هنعمل من المخلفات كرتونه تليفون او اي كرتونه شبيهه، صوص، ازازه عصير. هنعمل من المخلفات دي حاجه فخمه ومفيش يعني. اول حاجه هنلزق الكرتونه دي كده الاول، بالشكل ده. ليه؟ منها اتقل دي، هي اصلا تقيله، بس اتقلها واخلي الشكل كده حلو. تمام تمام يا روتي. يلا المرحله التانيه هنرشهم الاول قبل اي حاجه. الرش اللي انت عاوزاه، انا هرشهم فضي. انا ممكن بصوا، انا هرش من ورا وقدام، يعني من ورا ومن جوه، بس انا هغلف جوه بقطعه الستان دي، بس برضو هديها رشه، مش هتفرق كتير معايا. تمام. يلا بينا نرش ونرجع تاني. حبايب قلبي، بعد ما رشيناهم ونشفوا زي الفل، هنجيب الحجاره دي. تمام اهو. وعاوزين استرس ده زي الفل، وعاوزين شمع وشريط ستان عريض بني. تمام. ليه بني؟ علشان انا هعمل الذهبي، فلازم يبقى بني. يلا هنمسك ازازه والكرتونه ونبدا بالفيديو السريع، نعمل واحده. يلا بينا.
عملنا الازازه بتاعت الصوص اهي بالشكل ده يا حبايب قلبي. بصي عملنا فخامه من لا شيء اهو. خلصنا ازازتنا دي تمام. هنعمل نفس الازازه التانية بالشكل ده، نفس الطريقه ونفس الخطوات. كل اللي عملناه ان احنا استرس، انا عملت 3 صفوف، انت عايزه 4 براحتك، يعني العرض بتاع الاسترس براحتك. بس انا شايفاه كل ما يبقى صغيرا كده، يعني كل ما يبقى 3 صفوف بس اشيك، بس برضو دي حاجه بترجع لذوقك. ولولي استرس ولولي، استرس ولولي. وتيجي هنا بشريط الستان حته صغنطوطه كده، وتعملي الفلونكه الصغنونه دي وتلزقي الحجر ده اكبر شويه، لولايه اكبر شويه من دول، وبقى بالفخامه دي. يلا نعمل الازازه دي ونرجع بعد الازازه نعمل كرتونتنا. يلا بينا بالفيديو السريع، يلا بينا. حبايب قلبي خلصنا ازازة العصير كمان، قصدي التحفة دي الجميلة. تمام، يبقى ازازة العصير وازازة السوس اهي عملناهم. هنكمل بقى بقية الطقم التحفة ده. تمام، هنخليهم كده على جنب، خلصوا بكل بساطة بكل سهولة اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الذوق بتاعك برضو زي الفل. ايه رايك يا بوسي؟ شكلهم بجد روعة روعة. نكمل الطقم بايه بقى؟ نيجي بقى للكرتونة بتاعتنا. قبل بقى ما نحط فيها الاسترس والشغل اللي احنا عاملينه ده، هنجيب قطعة الستان دي وهنغلفها من جوه ستان. هنبدأ نغلفها بكل بساطة كده. بصوا كده بالشمع. حاولي توضحي يا بسبس، سلمي عليهم يا بسبس. ازيكم؟ وحشني اوي بقالهم بجد، قد بقالنا ايه؟ كتير اوي معملناش فيديوهات. معلش غصب عننا يا جماعة والله. كده مش عايزة استعجل بس عشان انا بتني الشراشيب دي. بصوا من السيرة دي اهو. تعالوا بقى بالفيديو سريع نكمل عشان الوقت. هنغلفها كلها بالشكل ده من جوه ونرجع تاني. يا حبايب قلبي خدنا حاجة بسيطة بس غلفناها كده من جوه بالستان. تمام، هنيجي بقى الأول عشان ما تتنسلش زي ما متفقين دايما. نيجي كده وضحي بص في النص بقى يا جماعة، يعني حاولي تظبطي ايدك في النص كده اهو. نركب شريط الستان الأول في النص عشان نقدر نتحكم فيه. تمام، نيجي كده في النص برضو، نروح نزقينه كده داير ما يدور بقى لفف. المهم بس تظبطي ايدك عشان الشريط ما يبقاش معوج كده. طبعا احنا بنولع بالولاعة الطرف الاولاني والطرف الاخراني لان هما دول اللي بتنسلوا. تمام،
يلا نكمل اللف نرجع تاني. اهو يا حبايب قلبي ركبناه. هنخلي الفيونكة بتاعتنا في الاخر اللي هي دي. تمام. هنبدأ بقى الاول. طبعا احنا هنا عاملين وضحي بس عاملين 3 صفوف، هنا اقل عشان نحط اللولي. تمام. فهنحط 2 بدل 3. حددي كده شغلك علشان ما تتلخبطيش. هنحط 2 ليه؟ عشان يبقى عندنا واحدة لولي نقدر نحطها. تمام، سواء هنا او هنا. يلا بينا بقى نشتغل بالفيديو السريع ونرجع تاني. ورجعنا حبايب قلبي بعد ما خلصنا اهو. بصوا الفخامة، بصوا الجمال. مين يقول ان الفخامة والجمال ده من المخلفات؟ ازازة عصير، ازازة صوص، علبة تليفون شاحن. ايه رأيكم؟ بصي حطيت هنا، بصي الشغل هنا، بصي الشغل بالظبط اهو. نفس الفيونكة اللي احنا عملناها هنا وهنا عملناها هنا اهو. ضفت بس الحجر ده عشان امسك بيه اشيل بيه كده اهو. بصوا ايه رايكم؟ بجد حاجه كده فخمه، حاجه كده فخمه من المخلفات، فخامه. ايه رايك يا بصي الطقم يا جماعه؟ الصور والتليفون ظلموا بجد، الصور والتليفون ظلموا. الفيديو لو عجبكم هيعجبهم يا بسام جدا. تفتكري؟ جدا. طب يلا قولي الختام بتاعك. وحشتونا 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 كتير جدا. انا وبسنت. يلا زي الفل زي الفل. يلا الفيديو عجبكم، قناة ابداعات ولدينا بفيدكم. اوعوا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وانتظرونا فيديوهات جديده وابتكارات جديده وابداعات جديده. باي باي.